كشف الإعلامي الجزائري العامل بقناة البلاد الجزائرية يوسف زغبة كشف من خلال منشور عبر صفحته الفيسبوكية وفي حديث له مع مدرب البطلة الجزائرية إيمان خليفة السيد محمد شعو. أضاف يوسف زغبة بأن المدرب قرر باتفاق مع إيمان متابعة كل الهيئات والشخصيات التي أساءت لها ومتابعتهم قضائيا. كما أضاف بأنه لن يسكت على حملة الظلم والتشويه المتواصلة ضدهم، واعتبر بأنه ما يقوم به هؤلاء هو جريمة في حق البطلة الجزائرية إيمان خليف. أما بالنسبة لرده حول الندوة الصحفية التي عقدها الاتحاد الدولي للملاكمة، فاعتبر بأنه عقد ندوة صحفية ساعات قبل نصف النهائي الذي ستخوضه البطلة الجزائرية إيمان، يفضح الأهداف الانتقامية لهذا الاتحاد ويؤكد أن ما يقوم به ليس لدوافع رياضية بل هدفه الانتقام وتكسير البطلة الجزائرية إيمان خليفة. ونعتبر أن أقوى رد من طرف البطلة الجزائرية هو التأهل إلى النهائي وضمان وإحراز ميدالية ذهبية للجزائر بإذن الله، وحينها يسكت كل المشككين والمستهزئين ببطلتنا المحبوبة إيمان خليف.